هذا الجو الذي تغمره الفرحة بالعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، وإذا أفطر فرح بفطره. الحمد لله على انقضاء شهر رمضان، والحمد لله على تمام النعمة. الحمد لله، نسأل الله تعالى القبول. إذن بهذه المناسبة السعيدة، عيد الفطر السعيد، أتمنى بأصدق مشاعر التهاني والتبريكات إلى عائلتي الكبيرة والصغيرة، إلى أفراد أو إلى كل الشعب الجزائري، إلى كل الأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد عيدا مباركا عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا كرات ومرات، والجزائر ترفل في النعمة وترفل في ظل الإخاء والأمن والأمان والسلام. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أقول للشعب الجزائري عامة من أقصى الجزائر إلى أقصاها: عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا القيام والصيام وآجرنا على ذلك، وأعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكل مواطني ولاية مستغانم وكل الشعب الجزائري التهاني الخالصة، متمنيا لهم الصحة والعافية والازدهار للمواطنين وكذلك لبلدنا الجزائر، ولكل عمال قطاع الصحة في ولاية مستغانم وكذلك على ربوع الوطن. السلام عليكم. الحماية المدنية لولاية مستغانم تتمنى لكم عيد مبارك سعيد، تقبل منا صالح الأعمال، ونتمنى كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أهدي تحياتي إلى عمال مستالاند وجميع عمال المؤسسات ولاية مستغانم، مستابروب وسيوتي وجميع العمال، وشكرا لكم. بمناسبة حلول العيد الفطر المبارك، يسرني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب التماني إلى كل الجزائريين والجزائريات، وأدعو من الله العلي القادر أن يعيده عليكم بالصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. نتمنى إن شاء الله للشعب الجزائري الأبي وللأمة الإسلامية جمعاء إن شاء الله عيد مبارك سعيد وكل عام وهم بخير، ونتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى باه يتقبل منا صالح الأعمال ويعاد علينا أعواما عديدة وسنين مديدة إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل كافة الأمة الإسلامية عامة والأمة الجزائر الحبيبة خاصة. أقول لكم كل عام وأنتم بخير، الصحة والعافية إن شاء الله. يا ربي يحفظ بلادنا ويحفظ أولادنا، ويتقبل شهر الصيام وكل الأعمال وصالح الأعمال والطاعات إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان المقبل إن شاء الله، ويعطينا الصحة والعافية إحنا وأولادنا وعائلاتنا وجزائرنا الحبيبة. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم بتهانية إلى الشعب الجزائري وكل المسلمين، وإلى الأسرة الإعلامية بولاية مستغانم خاصة وبالجزائر عامة، ونشكر قناتكم الموقرة اللي أعطتنا هذه الفرصة. ومن هذا المنبر عندي الأم ربي يرحمها إن شاء الله ويرحم جميع أمة محمد، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكل المواطنين وسكان الجزائر عامة عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله عيد سعيد ولدي، وبسلامتكم وسلامة وليداتنا، بسلامة الأمة كاع، بسلامة هذا الوليدات ويحفظهم، وصحة عيدكم ولدي. نقدم بتهانية الخالصة للشعب الجزائري والأمة المسلمة، ونشكر جميع الحضور هنايا، جميع الحضور، والسلام عليكم. بمناسبة عيد الفطر، نرحم على والدين إن شاء الله، نرحم عليهم، ونشكر زوجتي وولادي، ويوم عيد الفطر إن شاء الله مبارك. نغافوا العائلات، نغافوا الزملاء، وصلاة والسلام على رسول الله. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. نهني اولا الشعب الجزائري بصفه عامه والشعب المصري بصفه خاصه بالعائله الكريمه وكل الزملاء في الاسر الاعلاميه المحليه والوطنيه، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.